السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى اخوات ومتابعين في الدنيا، متابعيني حكايات اليوتيوب، أهلا وسهلا بيكم. برحب بكل اللي اشترك في القناة، أهلا وسهلا، نورتني. أهلا بيكي، أهلا بيك، بحبكم في الله قد عينيا. وقبل ما أبدأ فيديو جديد ورياكت جديد، أنا طالبة منكم الدعم للقناة، اشتركوا، فعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة، وطبعا لايك للفيديو لو عجبك. ويا رب يا رب ابقى ضيفة خفيفة عليك، ضيفة خفيفة عليكي، تستفيدي مني. دي قناة نقد وانا غادة. وقبل ما ابدا الفيديو بقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وندعو كلنا لاهل غزة، اللهم فك الكرب، اللهم انصر المستضعفين في كل الارض، اللهم انصر المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلدنا يا رب العالمين ويحفظكم لي يا حبايبي يا رب. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. انا والله مش بطول في المقدمه هو ولا حاجه، زي ما قلتولي. فيديو جديد ورياكت جديد، ونروح على طول على حكايات اليوتيوب وقنوات اليوتيوب. وام جنى عامله لنا فيديو جديد يا جماعه، لكن اللي قلبه ضعيف ما يتفرجش. متابعين ام جنى وحبايب ام جنى وانا وانتو والمجتمع والناس يا جماعه، دي قناه نقد لكل محتوى بينزل على اليوتيوب. تمام، يبقى هنا قناه ايه؟ نقد، مش قناه ام جنى. يا جماعه حبايب ام جنى، اهل ام جنى، متابعين ام جنى، لن ولم اتوقف عن النقد. تمام. مهما الشتيمه تزيد. اتفقنا. فالزعلان يا جماعه اللي قلبه ضعيف ما يدخلش الفيديو. النهارده فيديو جديد ورياكت جديد، وام جنى طلعت علينا يا جماعه، ادت لنا عبره لمن يعتبر، حاجه جديده جدا. كلنا طبعا نسمع عن عقوق الابناء للاباء، يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى وصى الولاد على الام والاب، وفي حاجه اسمها عقوق الابناء. العقوق ده يا جماعه عقوق الابن العاق او الابنه العاقه للام او للاب. لا، ام جنى عملت لنا حاجه جديده جدا، حاجه تحفه جدا، حاجه جديده بقى. طيب هقول لكم هي ايه يا جماعه، وهي عقوق الاباء والامهات. بالنسبه لامك يا ام جنى، ماما بوسي، فهي عاق للقمر. الست ام جنى طلعت علينا ذات الطله البهيه، وبعد ما اكلت كل علبه الزبادي بالطريقه المستفزه، وفتحت يا مازن افتح التكييف، هات العده، لم الناس، افتح اللايف، لم عبيدك علينا يا رب. فتحنا اللايف، كلنا الزبادي، فتحنا التكييفات على طول، وبدأنا الفيديو بحاجة، دي شقتي وانا حرة فيها، دي شقتي تمليك، تتكلموا ازاي؟ مين اللي بيقول لي ان دي مش شقتي؟ اختي جارتي؟ لا 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 لا، دي شقتي بفلوسي، تتكلموا ازاي؟ يعني اضربكم دلوقتي؟ دي ام جنى، دي مش انا، دي ام جنى، دي القمر بتاعتنا ذات الطله البهيه الفراشه في نفسها. ام جنى بتقول لكم يا جماعه الشقه دي ملكي وفلوسي، مش بفلوس مازن خالص. مازن داخل بمجهوده في الجمعيه دي، وطبعا شرابة خرج راحه كده، قرطاس جوافه رايح قرطاس جوافه جاي، كل وظيفته انه يصور الهانم، وتطلع علينا ذات الطلة البهية بان دي شقتها وده ملكها ودي فلوسها. والله بطلوا نبر، بطلوا حسد يا حسادين، يا متابعين يا حسادين. شايفين يا متابعين بعد ما عملتوها بتقول لكم انتوا ايه؟ بطلوا نبر وبطلوا حسد. انا من يوم ما جيت الشقه دي يا قلب امها مش فرحانه في الشقه وحزينه وايامي سواد ويا قلب امك يا اختي، تيجي نلملك فلوس يا ام جنى عشان ما يبقاش ايامك سواد يا حبيبتي، نلملك. ايه رايك؟ دخلت علينا على طول على امها. ايه عقوق الامهات ده حبيبتي؟
ايه عقوق الام؟ انا اول مره اسمع ان في ام عاق. ام جنى يا جماعه طلعت علينا بالطله البهيه وبتقول لكم انا امي ام عاق، امي بتطبل في الطبليه. اه والله ام جنى امها بقى ماما بوسي القمر دي بتطبل في الطبليه. بتطبل ازاي يا حبيبتي؟ اهو كده بقى بتطبل وخلاص. وايه فلوس الكشف انا ما دفعتلهاش فلوس الكشف والعلاج. وطلعت علينا بمنتهى البجاحه بتقول لك انا مش دافعه فلوس كشف وعلاج لامي، امي ليها معاشها بتاخد ما شاء الله ما شاء الله 4500 جنيه، وانا ادفع لها فلوس علاج ليه؟ ليه هبله يعني؟ لا طبعا ما ادفعلهاش. انت مليونيره يا ام جنى، لكن لا ما ادفعلهاش، هي تقعد بخيرها. امي انا عملت فيها خير كتير بس ما تمرش. عارفه يا ام جنى، انا خلصت فيكي كل الكلام. امك اللي خلفتك وربتك وكبرتك لما تزوجتي وخلفتي، في يوم من الايام هتبقي مكانها، وولادك هيعملوا فيكي بالظبط اللي انت عملتيه في امك. دان تدان، دان يا قلبي تدان. انا عملت خير كتير في امي وطلعت علينا بقى وقالت لنا انا عملت كتير خير وما تمرش فيها. هي ست اصلا ما بتمرش فيها. ما ادفعش علاج لامي. امي بتاخد معاش 4500 جنيه، ادفع لها علاج ليه؟ انا ادفع لها ليه علاج؟ الامانه مامتك مسؤوله منك. ولا حول ولا قوه الا بالله. انا ما كنتش مصدقه ان اللايف ده على امها. اقسم بالله انا ما صدقت ان اللايف ده معمول على امها. هي ايه يا ولاد؟ الدنيا جرى فيها ايه؟ الدنيا جرى فيها ايه؟ مش عارفه. بتقبض معاش 4500 جنيه، و4500 جنيه ام جنى يعملوا ايه للست دي يعني؟ هيكفوها اكل وما يكفوهاش اسبوع. والله الاسبوع كتير كمان 4000 ونص. شوفيها بتصرف اكل وشرب وعلاج ايه في اليوم عشان انت طالعه تقولي ده معاشها 4000 ونص. اتقي الله يا ام جنى. اصل هي هتعين معاشها لمين؟ تصرفه. انا مش هصرف عليها علاج لا 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 باكلش حد انا. انتوا عمركم ما هتفهموا وجهة نظري. هو انتوا بتفهموا؟ ما هي بتقول لنا كده. هو احنا بنفهم يا جماعه؟ احنا ما بنفهمش خالص. ام جنى الوحيده هي اللي في الحياه بتفهم. هي الوحيده اللي بتفهم. انا افهمكم وجهة نظر. هي ليها معاش 4000 ونص، هي هتعمل بالمعاش ايه؟ بالفلوس ايه؟ هتحوشها لمين؟ تصرف على نفسها. انا ما بصرفش على حد. قد ايه انتوا غوله، قد ايه انتوا منى الغوله. عايزين تشوفوا منى الغوله؟ شوفوا فيديوهات ام جنى، هي دي بقى منى الغوله. وبعدين انا زعلانه من امي ما رضتش تدي لابني 20 جنيه. رويان قال لها هاتي 20 جنيه، اديته 2 جنيه. ايه احنا عيله واطيه مع بعضينا. ما رضتش تديله 2 جنيه يا جماعه، 20 جنيه عشان يجيب كشري وياكل، لان هو متعود على الدفس. يعني مامته طول الفيديوهات بتقعد تدفس 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 علينا اكل اكل، اشي محشي اشي بط اشي فراخ، وتقول لك في الاخر ده نبر ده نبر. النبي يا اختي اللي انت فيه ده نبر يكونش يا ام جنى معمول لك عمل على ظهر جمل؟ عرفيني بس. هو عمل معمول لك، صدقيني انت معمول لك عمل في الشقه دي. يلا متخلفه. ايه اللي انت طلعت؟ ايه التخلف ده يا جماعه؟ ايه التخلف ده يا جماعه؟ واحده بتعرض كل الخصوصيات وكل حاجه عندها وتقولك النبر والحسد. ايه الهبل ده؟ ولا زي ما في عقوق ابناء في عقوق اباء. الله عليك يا ست الكل، الله عليك يا ام جنى يا ست الكل، ست الكل. اشجيني يا قلبي. القسوة يا جماعة، القسوة. أمها كانت قاسية عليها وهي صغيرة وما كانتش بتديها حاجة، وأكم من حاجات كتير احتاجت فيها للمساعدة ما لقتش. كانت بتروح تستلف من الغريب. ما هو أم جنى يا جماعة مازن ده كان بيشتغل في فرن أصلا. مازن كان بيشتغل في فرن أساسا، كان فران. ففجأة بيوت وعمارات وكده. قالك لا انا هي امها دي ما ساعدتنيش في يوم من الايام. هي امها مامتك يا حبيبتي ما تساعدكيش، انت اللي تساعدي مامتك. انت كلك كده لمامتك. ده زي ما ربنا قال مفيش حاجه اسمها عقوق اباء الهبل اللي انت بتقوليه. ولو ان احنا متعودين عليكي على الهبل. واقسم بالله عارفه لو طلعتي بفيديو ماهوش هبل انا هقلق عليكي. وانا ماشيه لا والنبي اقعدي عشان خاطري.
متغمرة هتضلم يا ولاد. اقعدي يا شيخة، اقعدي ما تمشيش. كل واحد بيقول يلا نفسي، كل واحد بيقول يلا نفسي. ربنا اداني انا، انا واحدة ربنا مديني. هي تصرف على نفسها يا جماعة، وما تصرف على نفسها. طلع لي في الكادر كده في الوش مازن. انا اصلا حماتي زعلانه ليه يا مازن؟ ماما بوسي زعلانه عشان نيمته في اوضه من غير تكييف ونمت انت وعيالك في التكييف. شايفين المشاكل؟ شايفين يعني؟ شايفين المحتوى بذمتكم؟ طب انتوا شايفين المحتوى؟ القمر مامتها زعلت عشان ما نامتش في التكييف، ونعمة ام جنى وعيالها في التكييف. والله ده انتوا دان. عموما ده انتوا دان يا ام جنى. النهارده اللي عملتيه في امك بكره يتعمل فيكي، متقلقيش. وبعدين مامتك واختك هيبصولك في رزقك، انتوا بتبصوا في رزقي يعني؟ مين ولا مين يعني؟ مثلا المتابعين بيحسدوا وينبروا، تمام، كمان مامتك واختك باصين لرزقك؟ امي بتاكل وتنكر زي القطط، بتاكل وتنكر. انا عملت لها كتير يا جماعه، انا عملت لامي دي كتير والله. هي اللي قطط بتاكل وتنكر. عاق بقى، ام عاق، هنعمل ايه؟ امي عندها معاشها، انا مش مديه حاجه لحد، وفجاه فجاه بتشتم في المتابعين. ايه يا حلوف، ايه يا حلوف، والله ما حلوفه الا انتي، والله ما حلوفه الا انتي قلبي. انا محدش اداني حاجه، انا لجأت للغريب. ونستنبط يا جماعه من هذا المحتوى القمر ان ام جنى ام عاق، اختها بتنبر وبتحسد في رزقها، ان هي ست مش كويسه. وطبعا في نهايه الفيديو يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى وصانا على الام والاب، وصانا على الام والاب، ما وصاش الام والاب على الولاد، لانه عارف ان مامتك عمرها ما هتظلمك ايا كان. دي منطق، ده اللي احنا بنشوفه في الفيديوهات والفضايح والقرف. ده نهاية الزمان. انت طالعة تشتمي في مامتك، طالعة تشتمي في اختك، ما بالك بالمتابعين؟ ما بالك هتعملي بقية الناس ايه؟ اللي ملوش خير في امه ملوش خير في حد. توصي يا ام جنى، عيب عليكي اللي انت بتعمليه في مامتك. ولو انا يا جماعة بقول حاجة غلط ردوني. انا ده رايي ودي وجهه نظري في الفيديوهات بتاعتها، ورايي يحتمل الخطا يحتمل الصواب، انا مش ملاك. ده وجهه نظري. قولولي في التعليقات ايه رايكم في اللي انا بقوله، وما تنسوش اللايك للفيديو وتعليق حلو منكم. هتوحشوني جدا من الفيديو للفيديو. احبكم في الله. اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس. مع السلامه.